السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامج شريف مرياج، برنامجكم اللي كيسمع لكم وكيبغي الخير لكم وكيامن ان كل واحد في هاد الدنيا يستاهل الحب والدفى والمشاركة والونس. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي كيهز بزاف ديال الناس: الخوف من البقاء بلا زواج، الخوف من انك تعيش بوحدك، من انك تكبر بلا شريك، بلا سند، بلا واحد تقول معاه نهار كيف كان او تسمع منه كلمة طيبة وانت طايح. بزاف ديال الناس كيوصلوا لواحد السن وكيتفكروا: علاش انا باقي ما تزوجت؟ علاش كلشي كيدوز وكيكمل حياته انا باقي واقف في بلاصتي؟ فين كاين الخطا؟ واش انا ما نستاهلش نعيش الحب؟ ولكن في الحقيقه ماشي في العجله، ماشي في الكثره. الحقيقه هي ان الحب راه رزق، بحال كيف الصحه والخدمه والفلوس. راه تقدر تكون بعقلك ومحترم ومتخلق وتبغي الحلال، ولكن ما صادفتيش الانسان المناسب. كيف ما تقدري تكوني انسانه بنت الناس متربيه صبوره، ولكن الحياه بقى ما لاقاتش معاك الشريك المناسب. ولكن واش هادشي معناه نستسلموا ونقولوا ما كاينش نصيب؟ لا، بالعكس، خاصنا نبقاو نقلبوا ونتفائلوا ونعطيو فرص للناس، نسمعوا القصص ونآمنوا بالنية مزيانة. كاينين آلاف ديال الناس في هاد القناة، رجال ونساء من المغرب وخارج المغرب، كيقلبوا على نفس الحاجة: شخص حقيقي قلبه صافي وبغي يكمل الحياة ديالو بصدق. والأجمل أننا كل يوم كنكبروا، وكل يوم كيتزاد الطلبات، وكل واحد كيجيب قصة مختلفة، ولكن كلهم شاركين في حاجة واحدة: باغيين يعيشوا الحب بالحلال. اليوم جبت لكم عرض جديد، عرض من شاب بسيط صادق باغي يعيش الحياة مع وحدة تستاهل. نخليكم على العرض ونرجعوا لكم. السلام عليكم، كي داير؟ بخير؟ علي لاباس؟ معك عبد المجيد. في عمري 34 سنة، طول متر وتسعود وستين. الوزن 66 كيلو. الحالة الاجتماعية عازب. المدينة النواحي افينيو، بالضبط في بيرتوي. العمل غير الفلاحة وصافي. تكون بنت الناس، تكون معقولة، تقلب على شي بنت الناس تكون معقولة ظريفة وباغا تتزوج، دير وليداتها في الحلال، وانا بلا وراق بغيت شي وحدة من اوروبا. اليوم كنهبطوا معكم من مدينة بيرتوي في جنوب فرنسا، مدينة صغيرة ولكن فيها ناس كبار بقلوبهم، وعبد المجيد واحد منهم. عبد المجيد 34 سنة، عازب، خدام في مجال الفلاحة، ولد الناس، ما كيعرفش الكذوب، كيامن ان اللي فيه نصيب غادي يجي، غير خاصو يتحرك ويقلب ويبادر. عبد المجيد اليوم جاي يشاركنا قصته، عايش في فرنسا ولكن مازال ما عندوش الوراق. ماشي عيب وماشي نقص، ولكن واقع كيعيشوه بزاف، وكيطلب فقط وحده تعاونو وتشد معاه يد في اليد. كيقلب على بنت الناس متخلقه عاقله باغا تعيش الحلال، ما باغيش علاقه اللعب والتسلي، باغي زوجة دير معاه الدار وتبني عائلة واعية بالمعنى ديال الالتزام، وباغي راجل يكون لها حبيب وسند وصاحب. الطول ديالو متر 69، وشخصيته هادئة، مؤدب، كتحس صوتو الصدق. كيقول عبد المجيد: الحياة في الخارج ماشي سهلة، ولكن كتولي زوينة إلا كان معك شي واحد يعمر عليك الدار ويحن عليك ويفهمك. ماشي مهم تكون فقير، مهم تكون صادق. انا ماشي باغي شي حاجه كبيره، غير بغيت شي وحده تامن بيا وتشوف فيا راجل يستاهل تبنى معاه مستقبل. وفعلا راه النيه مزيانه كتغلب الظروف وكتفتح البيبان. بزاف ديال البنات كيسولوا فين هو هذا الراجل اللي غادي يقدرني. وها هو عبد المجيد قدامكم، صادق وحتاج غير الفرصه، ما عندوش الوراق ولكن عنده الرغبه والنيه. كنتي كتقراي او كتسمعي وشفتي في راسك البنت اللي كتبحث على نفس المعنى، ما ترديش. يمكن تكوني السبب في بداية قصة حب ما كتنساش، قصة صبر،
وصداقة وبداية جديدة في بلاد بعيدة ولكن بقلب قريب. كل يوم كنسمعوا قصص مختلفة ولكن المغزى كيبقى واحد. كل واحد فينا سواء في المغرب ولا في فرنسا ولا اليمن ولا موريتانيا كيقلب على شي حد كيآمن بيه، يفرح معاه، يحزن معاه ويكمل معاه الحياة. ماشي عيب أننا نخاف من العزوبية، ولكن العيب هو أن نرضى بالوحدة بلا ما نجربه. عبد المجيد، رضوان، ياسين، العربي وغيرهم كيمدوا اليد وكيقولوا لكم راكم ماشي بوحدكم، راكم معانا. وإلا كنتي باغي تعيش علاقة بالحلال وتلقى شي حد تشاركو الحياة، مرحبا بك معنا. عمر الاستمارة وخلي النية على الله، لأن الحب ماشي حلم، الحب رزق وخاص غير نأمنوا به.